مرحبا، كيفكن؟ رجعتلكن وبإيدي وصفة جديدة. مكونات هالوصفة موجودة عندكن أكيد بالبيت. وصفتنا لليوم رح تكون من المطبخ المصري، ويلي زار مصر أكيد رح يعرف إنه إخواننا المصريين كتير مشهورين بهاي الوصفة، وأنا جبتلكن ياها من شيف مصري. وصفة نباتية بامتياز، كتير رح تعجبكن. ورح حضرلكن كمان الصلصة والدقة والشطة بطريقة ولا غلطة. ويلي عم يشوفنا لأول مرة بتمنى ما ينسى الاشتراك وتفعيل الجرس على الكل، ويلا نبلش بالتحضير. رح نحكي عن المكونات. بدنا عدس صحيح 1.5 تقريبا. بدنا نوعين معكرونة، هاي النوعية إذا توفرت عندكم، أو أي شكل تاني انتو بدكن ياه. وهي الشكل التاني، بس الأفضل يكون بحجم أصغر من هاد، بس هاد اللي كان متوفر عندي. بدنا كمان ربع باكيت سباجيتي. وطبعا السباجيتي ما بتنسلق هيك بالكشري، بدنا نقطعها لأربع أقسام. وهلأ بدنا نبلش نسلقن. رح نزلن على المي. أنا هون مجهزة الطنجرة، طبعا المي مثل ما شفتم بلشت تغلي. رح ضيف معلقتين صغار ملح وشوية زيت نباتي. وفورا بنزل بعدن أنواع المعكرونة التانية اللي حكينا عنها. رح أركن هيك شوي على الخفيف، ورح أتركهم من 7 ل8 دقايق بس. وبطنجرة تانية بدنا نبلش نسلق العدس. بحط معلقتين صغار ملح ومعلقتين زيت نباتي. وهلأ بننزل العدس النضيف بعد ما صفيناه من المي، ونفس الشي بحركن شوي وبتركن على جنب ينسلقوا تمام. وبهالوقت رح جهز البصل لازم يكون مقطع جوانح، والكمية اللي انتو بدكن ياها، ما في كمية معينة. إذا بتحب البصل فيكن تضعف الكمية. وهلأ بعد ما قطعنا البصل بدنا نرش عليه الطحين. بنحرك قطع البصل كتير منيح حتى تتغلف تمام بالطحين. بنحمي الزيت وبنتركن على جنب. وهي المعكرونة جهزت بعد ما مضى عليها 7 دقايق. رح شيلها من المي وصفيها، ومباشرة بنكت عليها المي الباردة. وهلأ باخدها وبتركها على جنب. رح بلش بتقلاية البصل. رح حط كمية من الزيت النباتي، وبس يحمى الزيت بنزل شوي من البصل. بنقليهم لياخدوا لون ذهبي فاتح، ومباشرة بنصفيهم وبنشيلهم. ومرحلة طبخ الرز كمان كتير سهلة. حطيت شوي من الزيت اللي قلينا فيه البصل، ونزلت عليهم كاسة الشاري. وهلأ تبلش تحمير، وبخلي لونها يكون أشقر فاتح، ما بدي تاخد لون أبدا. وبس صار لونها هيك فورا ببلش بنزل الرز هون بكون مغسول كتير منيح ومصفى من المي. وقبل ما نقلبن بنحط 1.5 معلقة صغيرة ملح، ومنقلبن لدقيقتين حتى يتحمصوا شوي. وهلأ برش عليهم رشة فلفل خفيفة، تقريبا ربع معلقة صغيرة. هيك بعد دقيقتين بنبلش بتنزيل السوائل نفس معيار الرز، كاستين رز كاستين مي. بس هون أنا ما بدي أحط مي، بدي أحط كاستين من مية العدس. أنا غالبا ما بعير السوائل أو المي وقت بحطها على الرز، خلي دائما معيار المي يكون أكتر بشي بسيط من مستوى الرز مثل هيك. بغطيهم وبتركهم ليغلوا. بشيل الغطا عنهم. كمان هون المي بتكون نشفت. هلأ بقى بنعملن تحريكة خفيفة. بعد ما نحركن بنرجع بنغطيهم وبنتركن يتهدوا على نار كتير هادية 10 دقايق. وهلأ بدي أجهز حبات الفلفل اللي بدنا نقطعن للشطة. وللشطة بيلزمكم فلفل أحمر حاد، بس أنا مثل ما شفتوا استبدلت الفليفلة بأنواع فليفلة أخف حدادية مشان الولاد. انتو فيكن تجيبوا نوع فلفل حار ترجع إلكن، بس أنا رح قلكن كيف رح تنعمل. هون أنا غاسلة الفليفلة، قطعتها مثل ما شفتوا، وهلأ رح حطها بمحضرة الطعام. بدي بلش أفرمها، يعني الطريقة هي نفسها، بس قوام الفلفل الحار أكيد رح يكون غير. بعد ما نعبيهم بمحضرة الطعام بنحط عليهم شوية زيت نباتي، تقريبا 2 معلقة. قبل ما نفرمهم بناخدهم نفرمهم لينعموا كتير منيح مثل هيك.
ومنتركن على جنب. بالأول رح أطبخ الصلصة. بدنا شوية زيت نباتي أو شوية زيت من اللي قلينا فيه البصل، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة ونص كزبرة يابسة. منبلش منحركن لدقيقة حتى تطلع ريحتن. وهلأ مننزل البندورة اللي فرمناها بمحضرة الطعام. بدها تكون كمان مفرومة كتير كتير ناعم، وكمان فورا ببلش بحركن ليتجانسوا شوي. بضيف عليهم كمان معلقة دبس بندورة، وفيكن كمان تضيفوا معلقة تانية. أنا رح احط معلقة واحدة بس، والملح معلقة صغيرة، وكمان بنحركن ليصيروا بهالقوام هاد. بنرجع بنعدل الملح إذا كان ملحن خفيف. أنا رجعت حطيت معلقة صغيرة، وضفت كمان عليهم ربع كاسة مي. شايفين هون القوام كان سميك، رجعت خففته بربع كاسة مي. رح حركن شوي واتركن يغلوا تقريبا 20 دقيقة ليتعقدوا. وهي هيك صار قوامهم بعد ما تعقدوا تمام. رح نبلش بتحضير الدقة. بدنا معلقة كبيرة توم مطحون، وبدنا نص كاسة عصير ليمون، وبدنا كمان كاسة مي. بدكن فنجان صغير خل أبيض، ومعلقة صغيرة ملح، وممكن أكتر على حسب الرغبة. ومنضيف كمان معلقة صغيرة كمون مطحون. ويمكن أسهل لإلكن إذا بتحضروا الدقة بقنينة أو بمطربان، وبتسكروها وبترجعوا بترجوها قد ما بتقدروا. هلأ أنا هيك حركتها بس لورجيكن ووضحلكن أكتر. رح ورجيكن عن قريب كيف رح تكون. منبلش بتحضير الشطة. بدنا شوي من زيت البصل، تقريبا 3 معالق كبار، ومنحط معلقة كبيرة من البابريكا الحدة، ومنبلش منقلبن شوي بالزيت. وهلأ ضفت معلقتين كبار من الفليفلة اللي فرمناها بمحضرة الطعام، وربع معلقة صغيرة كزبرة يابسة. كمان بقلبن شوي، وبضيف عليهم مغرفتين صغار من الصلصة اللي طبخناها قبل شوي. هون برجع بحركن وبعدل الملح عليهم، وبتركن ينطبخوا 4 5 دقايق. وبضيف كمان عليهم مغرفتين صغار من الدقة اللي عملناها، وبالآخر نتركن يغلوا لدقيقة واحدة. منحركن ومنطفي تحتن، وهيك بتكون الشطة صارت جاهزة. وهون متل ما شفتوا رح تشوفوا الشطة كيف مختلف قوامها عنكن، لأن أنا هون استبدلت أنواع الفلفل متل ما قلت لكم. ما بدي إياه يكون كتير حد، بس تقريبا رح ناخد نتيجة واحدة. وهلأ بدي أقولكن شي على المعكرونة. بعد ما ينسلق ويتصفى من المي هو سخن، الأفضل تحطوا عليه زيت البصل وتقلبوه شوي حتى ما يلزق ببعضه ويعجن. وهيك بكون صار كل شي جاهز. منبلش بتحضير صحن التقديم. آسفة كتير بس ما بعرف ليش هون الكاميرا ما صورت. كنت عم عبي الرز، وحطيت بالطبقة الأولى الرز، وعلى الأطراف أو عداير الصحن حطيت العدس. طبعا هون بترجع لإلكن التزيين حسب الرغبة. أنا بالنص حطيت المعكرونة. كمان بدنا حمص مسلوق. أنا جبته معلب، غسلته كتير منيح وغليته، صفيته من المي، وهلأ عم زين فيه. وهلأ بصب على المعكرونة شوية شطة وشوي من الصلصة، وما ننسى البصل المقرمش. وإذا حبيتوا رش عليهم حبتين زيادة حمص. قبل ما تبلش تدوقه بتصبها شوية دقة. منجيب شوية من الصلصة، منحطها هيك قدامنا، ومنبلش منغرف ومنقول بسم الله. يا سلام، يلا ندوق. ما شاء الله، والله طعم لا يقاوم. حضروها على طريقتين كتير كتير رح تحبوها. وصحتين وألف هنا.